انقطاع التنفس أثناء النوم obstructive sleep apnea غالبا بيجي مريض بيعاني من سمنة أو زيادة في الوزن غير مبررة. ممكن المريض يقول للدكتور أنا مش باكل بس بلاقي وزني بيزيد، حاولت كتير مع دكاترة التغذية إن أنزل في الوزن ومش بنزل. بيشتكي بإرهاق دائم، صداع شديد عند الاستيقاظ من النوم، صوت نفس مزعج للآخرين مستمر متكرر أثناء النوم لدرجة إن قد يحدث مشاكل اجتماعية. أحيانا بنعمل حاجة اسمها برلين سكور فور أبنيا، اللي هو مقياس كده أو تقييم لحالات انقطاع التنفس أثناء النوم. إذا لقيت السكور بتاع المريض عالي، المريض ده محتاج إنه يعمل حاجة اسمها دراسة نوم. بتفرق مع المريض جدا لو تشخص المريض بسرعة إن إحنا بنلحقه، لأن الحالة دي قد تؤدي إلى تغير ID خطير قد يصاحبه أمراض خطيرة مثل أمراض القلب، أمراض السكري، القصور الكلوي المزمن. وساعتها لما بتحصل الحاجات دي بنبدأ نلتفت بعد كده إن كان السبب حاجة مرتبطة باضطرابات التنفس أثناء النوم. إحنا في كير هاب بنسهل عليك المهم، بنوفر لك دراسة النوم اللي بتشخص لك الحالة دي في بيتك، وده أفضل من إنك تروح أي مراكز أو أماكن أخرى.